تخيل كده، تدخل تنام سنة 2021 وتصحى من النوم تاني يوم تلاقي نفسك بقيت في سنة 2027. ده مش بس كده، ده كمان تلاقي نفسك لوحدك على الكوكب كله، وتلاقي الجنس البشري انقرض، وما تبقاش فاهم اللي بيحصل ده حقيقة ولا خيال، ولا انت دخلت فيلم سينما وما خرجتش منه. الحكاية كلها بدأت وقت الكورونا، لما أثار شاب أسباني حالة من الجدل الكبير جدا على كل منصات التواصل الاجتماعي، لما نشر بعض مقاطع الفيديوهات في 13 فبراير 2021، وقال فيها إنه الناجي الوحيد في العالم، وإنه بيصور الفيديو ده سنة 27 يوم 13 فبراير من مدينة فالنسيا في أسبانيا. وقال كمان انه دلوقتي بيعيش لوحده في العالم، ومش عارف هل العالم انتهى ولا هو اللي في زمن تاني، وبدأ يستغيث. ولما الفيديوهات دي بدأت تنتشر اكتشفوا ان الشاب ده اسمه خفير، وعنده حساب على تيك توك اسمه الناجي الوحيد سنة 2027، وفضل ينزل فيديوهات كل يوم بيستغيث فيها، ومتصور لوحده في أماكن مختلفة جوه فالنسيا، ومفيش أي بني آدمين حواليه نهائي. وأول فيديو نزله كان ماشي لوحده خالص في شارع حيوي جدا في مدينة فالنسيا الأسبانية، وأي حد من مدينة فالنسيا كان عارف إن الشارع ده عمره ما بيفضى. ولما الناس بدأت تقوله ده أكيد فوتوشوب وطلع جدل كبير، قرر إنه ينزل فيديوهات لايف وهو نازل. وللأسف الناس كانت بتشوفه برضه لوحده في الشارع. ده مش بس في الشوارع، ده في مراكز التسوق والمولات والشواطئ العامة وفي كل حتة جوه أسبانيا. ده غير إن الناس كانوا بيطلبوا منه إنه يتصور في أماكن معينة ويتحدوه، وكل الناس كان بيختاروا أكتر أماكن كان فيها زحمة شديدة، وتبقى في عز الظهر كمان، زي حديقة الحيوانات والمسارح والسينمات والمتاحف، وأي مكان ممكن يبقى زحمة. وبرضه كان بيتصور وبيظهر لوحده. ونزل كمان وقتها 166 فيديو في أماكن مختلفة جوه فالنسيا وجوه أسبانيا كلها، وكلها أماكن مشهورة. وكان في مقاطع فيديو كتير بتظهر في عز الظهر. والموضوع كان غامض جدا وكله خوف، وخلى العالم كله في ظرف كام يوم بقى متابع لموضوع خفير، لدرجة انه وصل عدد المتابعين ليه على التيك توك ل26 مليون متابع. ووضح خفير في واحد من فيديوهاته ان الحكاية كلها بدأت لما نام سنة 2021 وصحي من النوم تاني يوم لقى نفسه في 2027، ولقى نفسه جوه مستشفى في مسقط رأس فالنسيا. ولما صحي وقعد يدور ملقاش اي حد، وملقاش اي شخص، لا في المستشفى ولا في الشوارع ولا في فالنسيا كلها ولا حتى في اسبانيا. وفي الاول كان فاكر ان ده مقلب عاملينه فيه صحابه او حاجة غريبة، لحد ما بعد كده اتأكد ان ده مش مقلب، ونزل فيديو بعنوان الإنسانية قد تم محوها. وطبعا بعد كده حصل اللي حكيتهولكوا، وانه بدأ ينزل الفيديوهات بتاعته وبدأ يتحدى الملايين من المتابعين لعمل مقطع فيديو من الأماكن الأكثر كثافة سكانية في المدينة وعلى مستوى أسبانيا كلها، اللي فعلا كانت بتظهر جميع مقاطع الفيديو عدم وجود حياة وعدم وجود أي بني آدمين جوه الشوارع. وطبعا المتابعين ما كانوش فاهمين أي حاجة، وكانوا بيسألوا هو راح زمن غير اللي احنا فيه، ولا احنا اللي في زمن تاني، ولا هو فعلا دخل واتحاصر في بعد زمني مختلف سنة 27، واحنا وقتها هنكون انقرضنا ومش هنكون موجودين، والجنس البشري كله هيكون انتهى. بس احنا ازاي قادرين نشوفه وقادرين نتابع اللي بينزله ونتواصل معاه كمان؟ وكل دي أسئلة كانت بتدور جواهم ومحدش كان فاهم حاجة.
ده غير كمان ان كان في كتير من المفارقات اللي الناس خدت بالها منها بشكل كبير وكانوا مركزين جدا معاها، زي ان كل الاجهزة اللي ظهرت في فيديوهاته سواء ساعة او تليفون او اي حاجة ليها علاقة بالوقت والتاريخ، ظهرت فعلا ان كل ده بيحصل في عام 2027. وفضلت الاسئلة بتزيد اكتر واكتر جوه دماغ المتابعين ليه، ومحدش كان عارف حاجة ومحدش كان قادر يجاوب على اي سؤال. بس بدأ الموضوع يدخل في مرحلة الرعب. بس طلع وقتها ناس وكدبوا كل اللي بيحصل وقالوا اكيد ده فوتوشوب واي كلام، وبدأوا يطلعوا حبة اخطاء كتيرة في الفيديوهات، زي ان في يوفط فيها تباعد وحاجات تانية كتير. بس بقى في متابعين ليه هم اللي بيحللوا اللي بيقولوه المتابعين التانيين، وكمان بيردوا عنه وبيقولوا ان ده مستحيل. وكمان طلع فيه خبراء في الفوتوشوب اكدوا ان ده مستحيل يحصل بالفوتوشوب، وان دي حاجة لسه ما حصلتش في اي برنامج. وتم نقل القصة لمستوى اعلى بكتير، زي ان البشر ربطوا خافير بعلامة من علامات يوم القيامة، وقالوا ان نهاية العالم قربت جدا، وبدأ عدد كبير يتعامل على انها نهاية العالم، وبدأوا ياخدوا خطوات مختلفة جدا. وفضل الموضوع يكبر ويوسع، وحصل بلبلة واضطرابات كتيرة في العالم كله، لحد ما الموضوع كبر قوي واتدخل فيه دول وحكومات عظمى عشان يفهموا ايه اللي بيحصل. بس وقتها لما لقوا الدنيا كبرت قوي، طلع تصريح فيه الحقيقة كلها، وطلع الحساب اللي اسمه الناجي الوحيد في 2027 على تيك توك طلع عنوان لمسلسل اسباني جديد تحت نفس الموضوع ونفس الاسم، وان كل مقاطع الفيديوهات اللي نزلت دي كانت جزء من الدعاية الترويجية للمسلسل ده. وردود الافعال اللي حصلت كانت هي المفهوم الرئيسي للحملة الترويجية دي. وكمان اكدوا صناع المسلسل ان المسلسل ده هيتذاع قريب جدا على منصة من المنصات الشهيرة الاسبانية. واكد منتجين المسلسل ان الحملة الترويجية كانت ناجحة فوق الخيال، وتخطت كل الحدود اللي كانوا متوقعينها بكتير جدا، لانها كانت قايمة على الابداع والاثارة والغموض والخيال العلمي. واتكشف اخيرا لغز الناجي الوحيد في 2027، واللي ما كانش متوقع نهائي انه يبقى بالشكل ده. بصراحة كده رغم كل الرعب اللي حصل في العالم بسبب الموضوع ده، وان في ناس كتيرة قررت تقاضي المنتجين صحاب الفكرة دي، الا ان الفكرة اتصنفت كأعلى فكرة تسويقية وترويجية في العالم كله لحملة معينة. السؤال هنا، يا ترى في حد فيكم كان متابع للي حصل ده؟ يا ريت اللي كان متابع يقول قبل ما يعرف الحقيقة كان جواه ايه بجد، وكان بيفكر ازاي، وشايف الحكاية فعلا حقيقية ولا لا. بس يا ريت الكل يقول الموضوع اللي كان جواه بصراحة ونتناقش فيه. اما بقى اللي عنده اي سؤال او اقتراح برضه يسيبه هناك، واكيد هشوفه وارد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصة تانية هتلاقوا اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو على طول، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير. هنتقابل تاني، استنوني. رامز عادل، المغبى أنجي.